ومعانا مداخلة هاتفية مع دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، عشان نفهم منه أكتر ليه بنفقد نفسنا وإزاي نرجعها. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذه اسماء، واهلا بالاستاذ احمد، ومنورين، وطبعا تحياتي لحضراتكم ولضيوفكم، واسف لمشاهدينكم الكرام. أهلا بيك يا دكتور. دكتور أحمد، في البداية عايزة أسأل حضرتك، في ناس بتقلد غيرها في كل حاجة لدرجة إن هي بتنسى نفسها. هل ده ضعف شخصية ولا حالة نفسية محتاجة علاج؟ لا، زي ما حضرتك ذكرت في الاول، هم ناس بلا هويه، بلا انجاز، بلا نجاح. 3 حاجات لازم نعرفهم كويس قوي عن الشخص اللي هو بيقلد بدون تفكير وبدون وعي. هو حضرتك النهارده كحضرتك كاعلاميه ليكي انجازاتك، ليكي نجاحاتك، ايه اللي يخليك ان انت تروحي تقلدي اعلاميه ثانيه او تقلدي حد ثاني وتبقي انت هو، او تبقي الناس تشوفك ان انت بنفس الشخصيه دي؟ الا لو الشخص اللي بنتكلم عليه ده ما عندوش انجاز اصلا نفتخر بيه، ما عندوش نجاح، فبيعيش في ثوب واحد تاني او واحده تانيه، وكانه هو ده الانجاز بتاعه كله، ان هو بيقلد هذه الشخصيه. فبالتالي طبعا في منهم كتير جدا ما عندهمش اتزان نفسي، في منهم كتير محتاجين طبعا يبقى في حد نفسي او اخصائي نفسي يتكلم معاهم او يعرضوا نفسهم عليه. في برضو كتير منهم بيعملوا كده بسبب برضو هوس الترند وهوس الشهرة. ولكن هوس الترند وهوس الشهرة برضو المفروض ليه حدود، انك تعمل اشياء تدل على وعيك وتدل على ثقافتك وتدل على هويتك، مش ان انت تعيش في طوب حد تاني حتى لو كان على حساب او ان انت عشان تاخد ترند او فلوس. طيب يا دكتور، ليه التقليد النهارده بقى وسيله علشان الناس تحس انها مقبوله؟ احنا بقى عندنا فوبيا من الرفض فعلا ولا ايه الوضع؟ هو طبعا حته الرفض دي حاجه اساسيه موجوده، مش فوبيا للشخصيات اللي بتقلد بس. هو عمليه الرفض دي عمليه طبعا بتؤدي الى مشاكل نفسيه كتيره جدا. الانسان اللي بيحس ان هو مرفوض او غير مقبول، ده مشاكله النفسيه كتيره جدا، وفي دراسات كتيره عملت على سلوك الرفض او تصرف الرفض تجاه الاخرين وتاثيره السلبي عليهم. لكن طبعا زي ما حضرتك او زي ما انتم ذكرتوا حضراتكم في بدايه الحلقه، هو اصبح سلوك بعض الشخصيات اللي بلا هويه اصلا، بصرف النظر عن سلوك ان هو رافض مرفوض او مقبول، بالعكس هو بيدور على ان هو ياخد ترند او ياخد شهره على حساب حد تاني او باسم حد تاني، ويعيش في شخصيه حد تاني. دي ليها الاثر السلبي الكبير جدا عليه وعلى شخصيته وعلى سلوكياته فيما بعد. دكتور، بس في ناس بتقول انا مش بقلد، انا بس بواكب عشان ما اكونش جاهل او مش مواكب العصر الحالي. حضرتك شايف فين الحد الفاصل بين المواكبه الصحيه والتقليد المرضي او التقليد الاعمى؟ الفاصل، انا افضل بشخصيتي واواكب اللي بتحصل في المجتمع، لو طبعا تكون حاجه اخلاقيه اكيد، وحاجه يعني برضو ما تخالفش الهويه بتاعتنا ولا تخالف الديانات بتاعتنا، انما تكون حاجه فيها نوع من انواع الاخلاقيات والمواكبه للثقافه والقيم والعادات والتقاليد. مفيش مشكله اواكبها بشخصيتي، اواكبها بان انا الشخص ده بس انا بعمل حاجه متناسقه او يعني ايه متسقه مع سلوك المجتمع. هو ده الحد الفاصل. انما قصه ان انا اواكبها بشخصيه واحد تاني وبشخصيه تانيه مش شخصيتي اعيش جواها، هو ده الغلط، وهو ده الحد طبعا الغير مسموح بيه. طيب يا دكتور، هي دي مسؤوليه مين في انعدام الهويه اللي احنا بنشوفه؟ هل دي مسؤوليه السوشيال ميديا ولا مسؤوليه البيت اللي هو ما زرعش الاعتزاز بالهويه من الصغر؟ شوف، انا عايز اقول لحضرتك ان كل مشاكلنا او المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها، المشاكل السلوكيه والمشاكل النفسيه، بدايتها هي البيت والتربيه. فبالتالي هو طبعا المشكله الاساسيه السوشيال ميديا دي حاجه لسه يعني ابتدت تنتشر في الاونه الاخيره، ولكن من قبل انت بيتك عامل معاك ايه؟ التربيه بتاعتنا، البيئه اللي حوالينا المحيطه بينا، ان هي تزرع فينا الاعتماد على النفس، تزرع فينا تحمل المسؤوليه، تزرع فينا ان انت ليك شخصيتك ما تقلدش حد تاني. ما هو الكلام ده بيبدا من الصغر وبنسيبه فبيتفاقم. انت ما تقلدش حد تاني، انت اعمل الحاجه اللي المفروض تبقى صح، اعمل الحاجه بتاعتك انت. لما يكون لي الولد ابني او بنتي له على كده نلاقي انها تفضيل او تفرقه ما بين الابناء، بفضل حد على الثاني، فاحيي الابن الثاني او ابن عمه او ابن خاله وهو مهمل، فبالتالي يحب يعمل زيه، يقلده عشان انا كمان اسقف له وانا كمان احييه وانا كمان اجيب له هديه. فيبدا من هنا حته التربيه الخاطئه. طبعا ده مثال بسيط، ولكن في سلوكيات كتيره جدا ومتعدده للناس اللي بتفقد هويتها طبعا بسبب التربيه منذ الصغر. امتى الواحد يقدر يعرف اذا هو فقد هويته فعلا ولا لا؟
امتى اقول انا فقدت هويتي؟ لما يكون زي ما حضرتك ذكرتي والاستاذ احمد ذكر في بدايه الحلقه، لما يكون هو اصلا بس ماشي في ركاب حد تاني بيقلد شخصيه اخرى او بيقلد شخصيات اخرى، ساعات مش نفس الشخصيه، شخصيات اخرى، وما بيفكرش في نفسه، هو ما بيفكرش في شخصيته، في كيانه، في انه هو اصلا يكون الشخص اللي الناس تتكلم عليه هو، مش تتكلم على غيره، وهو اللي مرتدي هذا السوق. فبالتالي ده طبعا ده في ناس بتروح النهارده كمان حتى يعملوا عمليات تجميل، يقول لك انا عايز ابقى زي فلانه، صح. انا عايز ابقى زي فلان. طب وليه ما تعملش حاجه؟ حتى لو هتعمل حاجه زي كده او تعملي حاجه زي كده تجميل لشخصك انت، ان عندك مشكله ما فبتعالجيها، ولكن انا لا، ده انا عايز اغير من شكلي عشان ابقى زي هذا الشخص او هذه الشخصيه اللي مرموقه في المجتمع او المشهوره او ما الى ذلك. فهنا انا طبعا كده اقول ان ده شخص فاقد لهويته تماما، وهو كمان لازم يعرف كده. بحيث تكون ان افضل فيرجن من نفسك يا دكتور، مش افضل فيرجن من حد تاني، صح كده؟ احييكي جدا يا استاذه اسماء والله على المصطلح ده وعلى الكلمه دي. طبعا افضل نسخه من نفسي، مش افضل نسخه من حد تاني. ولو انا فشلت بحاجه اتعب واجتهد واصر عشان تنجح، مش خلي واحد تاني هو اللي نجح وهو اللي تعب فانا ابقى زيه. لا، انت اعمل انت حاجه من نفسك وما تبقاش مقلد للاخرين عمال على بطال. طيب ازاي الواحد يا دكتور يقدر يعمل لنفسه هويه من غير ما يكون متاثر بحد غيره؟ هو طبعا زي ما قلت لحضرتك الحد الفاصل هيكون بان انا اكون انا شخصي، ولكن ممكن يعني ايه اواكب المجتمع اللي انا موجود فيه او العصر دي، ما فيهاش مشكله. نجاحاتي انا هي اللي بتدل عليا، تعبي واصراري، حتى لحظات الفشل، حتى لحظات الانكسار يا استاذ احمد هي ليها مردود عند الشخص بيتاثر بيها وبيفرح بيها، وهي كمان بتعلي من قيمته الداخل نفسه، بتعلي من تقديره الذاتي، بيقدر نفسه. انا تعبت وعملت كل اللي عليا بس ما قدرتش انجح المره دي، هنجح المره الجايه. فده الاصرار وده النجاح. انما كون ان انا اروح لواحد تاني هو اللي ناجح عشان ابقى زيه، طبعا ده يعني هنا مش ده طبعا سلوك سلبي وسلوك مرفوض. وهل انعدام الهويه يا دكتور ممكن ياثر على العلاقات بشكل عام؟ طبعا هو الشخص اللي هو هويته دي منعدمه، هو طبعا تاكدي ان برضو علاقاته فيها عدم اتزان، هو اصلا في يعني تصرفات غير لائقه معاه، فشخصياته هتبقى فيها عدم الاتزان، او الناس هتتعامل معاه على انه الشخصيه الثانيه، هو برضه في الاخر انا ما اتعاملتش معاه على انه هو الشخص فلان مثلا ابراهيم او خالد او سيد او كده، لا ده انا بتعامل معاه على انه الشخصيه المرموقه الاخرى، ما بتعاملش معاه على شخصيته هو. فبالتالي علاقاته الاجتماعيه هي برضه فقد الهويه، علاقاته الاجتماعيه هي ناقصها هو، ناقصها شخصيته، ناقصها نسخته الاساسيه اللي حضرتك ذكرتيها، ناقصه الفيرجن بصمته. لكن الطبع يغلب التطبع يا دكتور، اكيد شخصيته الحقيقيه بتظهر في بعض الاحيان، صحيح؟ فهو نفسه ما بيبقاش عارف هو مين. لا، لو عاش في الشخصيه زي ما حضرتك ذكرت، لو عاش في الشخصيه الثانيه كتير، لا مش هيبقى طبعه هو الشخصيه الثانيه، مش الشخصيه بتاعته الاساسيه زي ما حضرتك قلتي، هو نفسه ومش هيبقى عارف هو مين، هيحصل عنده تضارب ويحصل عنده اختلاط، وبعد فتره من الوضع ده هيلاقي نفسه ان هو عنده زي ما قلت لحضرتك مشاكل نفسيه اخرى كبيره. فبالتالي هنا مش حكايه طبع، ممكن يبقى في الاول، بس طول ما هو بيكرر نفس الشخصيه وعايش في نفس يعني ايه ان هو سلوكيات الشخص الاخر، هو بعد كده هيبقى هو ده طباعه وهي دي شخصيته اللي هو عايش بيه. فهنا هيفقد هويته هو مين بالظبط. يعني كده الشخص يا دكتور اللي فقد هويته مش هيقدر يرجع ليها تاني، ولا خلاص اللي بيروح ملهوش رجوع تاني؟ هيحتاج صعوبة جدا في الرجوع ليها، ويحتاج مساعدة حد تاني عشان يرجع لهذه الشخصية، لأن وقت ما هيجي يرجع ليها يا أستاذ أحمد هيحصل له برضه مشكلة نفسية أكبر، هيلاقي نفسه بيتضارب مع نفسه. هو أولا إيه سبب رجوعه للشخصية؟ أول ما أنا هحب أرجع لشخصيتي أنا، اول ما هحب ان انا كده وابتدي الصراعات تدور جوايا والافكار تدور جوايا، ده في حد ذاته هيسبب لي مشكلات نفسيه اكبر كمان. فعلشان اخرج بقى وارجع للي انا كنت عليه في الاول، محتاج مساعده نفسيه، محتاج حد مختص، او محتاج جهد كبير جدا مني علشان ارجع لشخصيه. طب ليه من الاول؟ احنا بنقول طبعا لشبابنا والناس اللي بتفكر بكده، يا جماعه ما احنا بنقول ان دي تداعياتها كبيره، ما تفتكرش نفسك ان انت هتدخل لحد نص البحر وبعد كده اقول لما احب ارجع هطلع، لا، ما انا ممكن لما اجي اطلع الامواج تبقى عاليه، الاقي في صعوبه علشان اخرج لبره واصارع الامواج اللي انا خارج منها. حضرتك طيب شايف يا دكتور ايه الاسباب الرئيسيه النفسيه او الاجتماعيه اللي بتخلي الشخص يفقد هويته او يبدا يقلد غيره؟
زي ما قلت لحضرتك، هو فشل في اشياء كتيره، ما عندوش انجازات يتكلم عنها، ما عندوش حاجات يحسس بيها نفسه حتى داخليا ان هو له قيمه امام الاخرين، فبياخد شخصيه حد تاني او بياخد انجازات حد تاني على الساهل ويتعامل بيها، ويتعامل بالشخصيه التانيه دي بمنتهى السهوله. لان ما هو لو الانجازات وهو موجود هيقول انا اهو، انا هذا الشخص، انا اللي عملت كده، انا اللي تعبت في كده. كمان هو دخله هو نفسه قيمته قليله، نظرته لنفسه بحد ذاتها قليله، وكمان هتلاقي نظره الاخرين ليه حسسته بهذه القيمه المتواضعه. دكتور، بس السوشيال ميديا ليها تأثير، هي سبب من اسباب التقليد؟ اعتقد ان هو ليها سبب رئيسي. هو طبعا السبب الرئيسي طبعا السوشيال ميديا. هو النهارده حضرتك لو ما كانش موجود السوشيال ميديا بانتشارها ده، ما كانش موجود الموبايلات بالتكنولوجيا الحديثه والكاميرات والتصوير اللي احنا بنقعد نصوره لنفسنا في كل حركه ده، ما كانش هيبقى طبعا هذا ما كانش هيبقى فيه دور كبير قوي لعمليه التقليد زي دلوقتي. دلوقتي هو الدور الرئيسي ان كل حد يقدر النهارده وهو قاعد يعمل فيديو لمده 3-4 دقائق وينزله على السوشيال ميديا والناس تبدا تتكلم عنه. هو ده اللي مخلي العمليه بالنسبه لناس كتيره سهله. لو كان حابب يعملها الحكايه دي زمان عشان بقى حد برنامج يستضيفه ولا حد يفكر فيه ولا بتاع، بتبقى العمليه صعبه. انما النهارده هو سهل قوي، موبايله في ايده يقدر يعمل بيه قناه. هو كل واحد واصبح ليه قناه خاصه بيه دلوقتي على السوشيال ميديا، وينزل عليها الحاجات اللي هو عايزها، وتبدا المشاهدات تزيد سواء بالايجاب او بالسلب. كل ما هيبقى فيه مشاهدات كل ما هو هيستفيد اكتر. وفي ناس النهارده ما عندهاش مشكله ابدا ان هي تقلل منها او تاخد تعليقات سلبيه او تاخد اهانات في سبيل ايه؟ في سبيل ان هو يتشاف. فالنهارده في ناس كتيره بتعمل كده وعارف ان هو يتشاف بس يتهان عادي مفيش مشكله. يا دكتور، عشان بيحصل تنمر في الجيل الجديد دلوقتي، ان اللي ما عندوش سوشيال ميديا او بيواكب التطور يبقى رجعي، فبالتالي بيضغطوا على بعض. طبعا هو بيشوف اللي حواليه بيعملوا هذا الامر. انا هسال حضرتك طيب معلش سؤال اوجهه، يعني مش هتوجهوا لي اسئله، بس انا هسال حضرتك استاذه اسماء واستاذ احمد، لو حضرتك لقيتي تعليق عليكي سلبي، تعليق بس مجرد تعليق واحد في صفحتك، بتتضايقي ولا بتحسي انك سعيده؟ اكيد بتتضايقي، اكيد بنتضايق من التعليقات السلبيه لو تعليق واحد، وساعات نمسحه، ساعات نبقى مش عايزين نرد، ازاي بيقول عليا كذا طب ما بالك الناس اللي بتاخد الاف التعليقات السلبيه والاهانه وكده وسعيد بكده ويروح يعمل فيديو تاني بنفس الطريقه بنفس الحاجه عشان يتعلق عليه كده، يبقى ده عنده ايه؟ عنده خلل نفسي وعنده مشكلات نفسيه لازم تتعالج. صحيح. شكرا جدا لحضرتك دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه.